ادي صفه الاعلان الاساسيه. في الاخر الاعلان هو ليه صفه تجاريه جامده جدا، في الاخر بيبيع وبيشتري. يعني ده الوضع اللي هو نقدر عليه ما معنى الاعلان الحقيقي. يعني المجتمع نفسه اتغير من مجتمع اشتراكي الى مجتمع ليبرالي، وفي البدايه طبعا انت عارف عصر الانفتاح او بدايه عصر الانفتاح والانتقادات اللي وجهت ليه. مزاج المجتمع لما اتغير، ازاي الاعلان اتغير؟ هو المجتمع ما اتغيرش ولا النظام ولا اتغير، هو الفكر نفسه اتغير من فكر استئثاري الى فكر توسعي، وده غصب ما هو اصل النهارده العالم كله، الشعب المصري اللي هو لما ادخلوا له الساتلايت وانفتح على الدنيا بس مره واحده الدنيا اتغيرت قدام. وبعدين عندك الموبايل، وبعدين عندك الانترنت. شوف الثلاث حاجات دول بيعملوا ايه في المجتمع. مفيش مجتمع اسمه مجتمع استهلاكي ومجتمع غير استهلاكي. هو الاستهلاك ده هو دايما انت لما تيجي بتدور على الدوله الناجحه بتسال سؤال على طول: معدل الاستهلاك قد ايه؟ يعني انت كل ما تستهلك اكتر كل ما تعرف ان النظام انا عارف ارائك دي اراء سياسيه، مش اراء اعلانات، ما هياش اراء. ده سؤالي بس، جاوبنا على السؤال الاول. ده اراء اقتصاديه. لما تعمل اعلان لمجتمع اشتراكي زي ما تعمل اعلان لمجتمع ليبرالي؟ لا، هو مجتمع الليبرالي العقليه بتاعته الايديولوجي بتاعته مختلفه. عنده حقوق ويتكلم. المجتمع الاشتراكي اذا كان هو عايز يسميه كده اهو، يبقى بالتالي نسميه ده ناس قديمه. ما هوش يعني اصل هو مجتمع عباره عن خاضع الى القرارات السياسيه اللي هي جايه من فوق. يعني انت كنت بتشوف اعلانات الستينات ازاي؟ كانت حاجه جديده علينا، كنا بنتاثر بيها قوي لان كنا بنرددها. وما كانش في منتجات كتير، كان في منتجات بعينها. وكانت عمليه بسيطه جدا، غير التعقيد النهارده بتاع ماده الاعلان نفسها. يعني تحضير الاعلان نفسه النهارده تكلفته بقت باهظه جدا، ما بقاش زي زمان اللي هو الاعلان السهل الرخيص اللي بيصل الى الناس. بقى في مواضيع تانية خالص واسس تانية خالص. قولي ليه في بعض الاحيان الاعلان القائم على النصح والارشاد بيتعرض للاستهزاء من الناس؟ يعني الناس ممكن تتريق عليه. يعني حضرتك فاكر الاعلان بتاع طول ما بندي ظهرنا للترعه، عمر البلهارسيا في جتتنا ما ترعى، الاعلان بتاع الزباله دي زباله يا جاهل، وست ثانيه وغيرها. يعني بيتحولوا كده في لغه الشارع ولغه الناس لنوع من الاستهزاء ربما يؤدي الى نتائج عكسيه. يبقى اعلان غير مقنع، يبقى اعلان غير ناجح. اذا كان هي دي النتيجه اللي حضرتك بتوصل لها، يبقى اذا ما قدرش ان هو يلتمس فيك المصداقيه. يعني ما قدرش ان يقنعك. والاعلان اول اساس فيه هو الاقناع. اقنعك يعني في مصداقيه. ليه؟ يعني انت عندك اعلان ضرائب، يعني في حد بيحط ايده في جيبك وبياخد منها فلوس. اذا دي حمله صعبه، ما هي سهله. انما اقنعك وما تقدرش تقول لي ان هو ما اقنعكش. لا، هو اقنعني لان الاعلان كان مقنع، ولا لان وزاره الماليه غيرت سياستها وصدر طبعا قانون للضرائب اصبح مقنع للناس؟ ما محمد، انت ما تقدرش تعلن عن منتج وحش والا بتساهم في وحشته اكتر، والا بتساهم في ان الناس كلها تعرف ان هو وحش. اي منتج وحش، اي منتج اصلا ما هوش كويس، تتصور ان انت يعني راجل صاحب المصنع ده اللي هو بلاش الضرايب وبلاش الحاجات دي، شوكولاته يعمل شوكولاته وحشه، بقى معقول الراجل ده هيعلن بملايين على الشوكولاته الوحشه دي عشان يعرف الناس كلها ان المنتج بتاعه وحش؟ يعني انت لو جالك اعلان شوكولاته هتدوقها الاول؟ مش انا بقى، انما دي عباره عن في شركه بتعمل كده. انا هدوقها لاني بحب الشوكولاته. انما الفكره ان عندك شركات بتعمل كده، تعمل البحوث دي وبتعمل مفاضلات ومقارنات ما بين الشوكولاته في السوق، مش بس في الطعم انما في السعر، في الحجم، في التوزيع، الحاجات دي كلها. ده التسويق بقى.
يفترض في الاعلان انه طبعا دي امور تسويق، لكن الاعلان بيغير سلوك الشخص، يعني بدايه من انه يفترض انه يلفت نظره ثم يثير اهتمامه ثم يجعله يتخذ، زي ما درسنا في كليه الاعلام يعني، ثم يجعله يتخذ القرار ثم ينفذ القرار بالشراء. المواطن المصري شايف انه بيحتاج جهد شويه عشان يطلع اللي تحت البلاطه ولا ايه؟ لا، المواطن المصري بني ادم بسيط وتلقائي، عجبته وابتسم هيشتري اذا كان عنده القدره الشرائيه. طبعا احنا بنتكلم في الوضع ده، انما ما عندكش القدره الشرائيه اللي ما عندوش ده بقى ليه ربنا. ما يقدرش، يعني ما فيش حد ابدا هيضربك على ايدك يقول لك خد المنتج ده غصبا عنك وانت ما عندكش القدره الشرائيه. فبالتالي المستهلك المصري لو اقتنع، ولو المنتج في قدرته، ولو يقدر يجيبه بسهوله، هينزل يشتريه يجربه، وبعد التجربه الاولى هتبص تلاقي هيحكم. المستهلك المصري هو الحاكم النهائي في الموضوع، وبعد كده هيشتريه تاني ولا لا. هنا نعرف اذا كان الحمله الاعلانيه بتاعتك نجحت ولا لا. في مشتري ممكن يشتري سلعه مش محتاج لها؟ ياه، ده ما فيش واحد ما بيشتريش سلعه مش محتاج لها. كلنا بنشتري حاجات مالهاش لازمه. عندك كم كرافته، وعندك كم بدله، وعندك كم ساعه. انا شايف ساعه جديده. بقول له يا عم في ايه بس. لا يعني بيتكلم على المواطن اللي ممكن يتعرض لسلعه. ايه الاعلام بيأدي هنا ايه؟ يعني بيعرفوا ان السلعه دي مهمه بالنسبه له ازاي؟ يعني للتقليد ولا لسد احتياج عنده ولا لايه؟ يعني؟ دي تربيه، دي تربيه. يعني انا فاكر ان كان في راجل زمان كان في امريكا، راجل اصبح من اغنى اغنياء الدنيا، كان دايما يجي يقول ما تشتروش حاجه انتم مش محتاجينها. انما مين اللي يسمع الكلام ده؟ انا عايز اقول لك حاجه، انت هتاكل عيش ازاي اصلا؟ لا مش بس كده، هو انت هتذنبني ليه؟ يا اخي انا عايز اشتري حاجه وعندي القدره ان انا اشتريها، ما اشتريهاش ليه؟ حتى لو انا انبسطت فيها، برضه في عنصر الحته دي ان ما تمنعنيش، ومش كل حاجه فيها، ما احناش المان يعني، ما احناش ان احنا العمليه هي كده ولازم تبقى كده، ولينا طبيعتنا الخاصه ولينا المزاج بتاعنا. بس ده ممكن يكون والمزاج مكلف، ممكن يكون منطقي للناس اللي معاها. انا بتكلم هنا على الناس اللي قدراتها الشرائيه محدوده. هل ممكن حد يقتصد او يعمل جمعيه او يستلف او يشتري حاجه تبقى تمثل له ازمه؟ بس ده حاصل في لا تفرض ان المستهلك المصري مستهلك غبي. المستهلك المصري مستهلك ذكي جدا جدا جدا، وهيصرف اللي معاه. اما عمليه بقى ان يعمل جمعيه ولا يستلف ولا بتاع، دي ادوات من الادوات النهارده يقدر يجيب فلوس ازاي ويقدر يرجعها ازاي، ملاش دعوه انما هو الموجود. انما ما اقدرش اقول النهارده انت والله بتعلمني الاستهلاك. ده اللي بيقول لي كده اصلا ما يعرفش اسس. انت ليك كلام منشور انك سعيد باتهامك انك شجعت المصريين على الاستهلاك. مين اتهمك بكده؟ انا ما كنتش اعرف ان اسمه اتهام اصلا. يعني الفكره دي ده بالعكس. ده لما عرفت انه اتهام بقى عملت ايه؟ يعني انا ما اقدرش اقول ان هو اتهام. انا بالعكس، ده انا بقول دي شهاده اعتز بيها طبعا. شهاده كبيره يعني اعتز بيها. لان معناتها ان المستهلك المصري معاه. طب معاه ازاي؟ معناتها انه في انتاج، معناتها ان الدخل بتاعه زاد. الدخل بتاعنا زاد من $1000 ل $2000 ل $2500 دخل الفرد الواحد. حاجه كويسه.